الفراعنة القدماء استبعدوا العبرانيين على مر السنين لأكثر من 400 سنة، وبسبب الحكم الوحش للفراعنة إله العبرانيين قرر يعاقبهم عن طريق 10 أنواع من الكوارث. وأول كارثة كانت التماسيح، واللي انتشرت في نهر النيل بعدد كبير جدا. كانوا بيهجموا على كل الصيادين اللي موجودين في النهر بوحشية شديدة جدا، وما سابوش أي حد منهم عايش، لدرجة إن النيل اتحول بحر من الدماء الصيادين، ومن وقتها محدش قدر يقرب من النيل تاني. بس دي كانت بداية الكوارث ال10، وبنروح بعدها للكارثة التانية اللي بيبقى فيها كل السمك في النهر مات، والنهر بقى عبارة عن دم، وده مصدر الماء الرئيسي للمصريين. والنتيجة إن كل المحاصيل اللي الفلاحين تعبوا فيها طول السنة اتدمرت، يعني بقوا من غير أكل وشرب. علشان كده الفرعون أمر كل الكهنة بتوعه إنهم يصلوا للآلهة بتاعتهم علشان يحولوا النهر للمية من تاني. بس طبعا كل ده ما كانش فيه فايدة. بعدها جت الكارثة الثالثة، ملايين الضفادع خرجت من قاع النهر بسبب تلوث المية، وملوا كل الشوارع والقصور، لدرجة إنهم دخلوا لقصر الفرعون نفسه وكانوا موجودين في سرير الملك. بعدها الضفادع ماتت بسبب نقص المية، واتدمرت البيئة بتاعتهم، والجثث ملت كل المكان في المدينة. وده بيودينا للكارثة الرابعة بموت الضفادع. ساعتها الذباب لقى بيئة خاصة يكبر فيها بجثثهم، وزاد عددهم بالمليارات، وبقى يتغذوا على كل اللحوم اللي باقية. وطبعا اللحوم دي كانت نادرة وكميتها قليلة جدا، وبعد ما خلصوا على اللحوم دخلوا على البني آدمين، ووقتها الذباب كان مالي الجو كله، وكمان ريحة جثث الضفادع كانت مالية المكان، وبقى صعب جدا التنفس في وجودها. بعدها على طول الفرعون عمل اجتماع طارئ لكل الوزراء والكهنة بتوعه، وساعتها اتكلم واحد من الموجودين وقال لهم انهم لو صبروا على الكارثة دي الذباب هيموت لوحده زي باقي الضفادع والامور هتهدى. بس بعدها على طول حصلت الكارثة الخامسة. الطاعون بينتشر في المدينة كلها، وبقى بيموت كل السكان الموجودين، وبيسيب لهم طفح جلدي بشع. حتى افراد العيلة المالكة وكل النبلاء اللي موجودين ما سلموش من الطاعون. بعدها اليهود بعتوا حصان ابيض للفرعون مكتوب عليه ان الازمة دي مش هتنتهي، دي هتزيد اكتر ومش هتتحل الا لما يحرر ال400 الف يهود اللي مستعبدهم. بس الفرعون كابر وما كانش مؤمن باي اله، وكان معتبر نفسه الاله الوحيد اللي موجود، وكمان اعتبر ان اليهود عملوا ده اللي اتزوق منهم، وضاعف عذابهم واشغالهم. وده طبعا خلى الكارثه السادسه تنزل عليهم. كل المواشي اللي في المدينه ماتت موت مفاجئ، حتى الخيول، والمصريين ما كانوش عارفين يلحقوا على الكوارث. بس الفرعون عمل اجتماع تاني للكهنه بتوعه علشان يشوفوا حل للكوارث اللي بتحصل، وزي المره اللي فاتت لازم يصبروا لحد ما كل ده ينتهي وكل حاجه ترجع لطبيعتها. بس الفرعون ما بيعجبوش الكلام، وسحب الكاهن ده وعدمه قدام الشعب كله، وقالت له انها صلت لكل الالهه بتاعتها بس ما فيش استجابه. وساعتها الفرعون بيجيب اخره، وما كانش قادر يصبر على التخاريف اللي بيقولوها كل شويه، وسحن العرافه قدام الشعب وقتلها هي كمان. وبالليل بتحصل الكارثه السابعه، عاصفه شديده جدا ببرق ورعد وامطار ضربت المدينه كلها ودمرت كل المحاصيل اللي باقيه. وقتها الفرعون حس بالذنب لانه خلى مصر تقع بسبب ظلمه وطمعه. وبعدها واحد من اليهود كلم الاله بتاعه، وكان متضايق جدا لان عامه الشعب هم اللي ماتوا مش الفرعون، وهو ما كانش عارف ان الاله بيعاقب الناس على ذنوبه. وساعتها الاله بتاعه اتصور له على صوره طفل وقال له ان الكارثه الثامنه هتيجي بكره. وفعلا تاني يوم ظهرت كميه كبيره جدا من الجراد في السماء، والناس جريوا كلهم وسابوا محاصيلهم، والجراد اكل كل حاجه خضراء كانت موجوده في طريقه، حتى في القصور اكل الفاكهه والاكل اللي كان موجود فيها. ودلوقتي الناس ما بقتش لاقيه تاكل، واضطروا انهم ياكلوا من الشجر. وساعتها مسؤول الامداد عن الفرعون نصحوا ان يبعت للشعب شويه من المحاصيل اللي موجوده في مخازنهم ويجمعها منهم على صوره ضرايب لما الكوارث تنتهي. بس الفرعون الاناني بيرفض الاقتراح ده، وساعتها بتيجي الكارثه التاسعه، والشعب بيبقى جعان وبيقتحم مخازن الحبوب، والناس نهبتها كلها. ولسوء الحظ في شعلة وقعت من واحد منهم ولعت في المخزن كله، واللي قدر يهرب منه بشويه من الحبوب جنود الفرعون قتلوه ودفعوا حياتهم ثمن علشان شويه حبوب، والقصر اتملى بجثث الشعب. بعدها اله العبرانيين بيتدخل وبيبعت صاعقه من السماء بتقضي على كل جنود الفرعون. وبالليل ظهر اله العبرانيين من تاني في صوره طفل، وبعت لواحد منهم اسمه موسى وقال له يروح يتفاوض مع الفرعون على تحرير اليهود اللي تحت سيطرته ويرجعهم تاني لموطنهم، والا هينزل عليهم بالكارثه ال10 اللي هتكون اشد بكتير من اللي فات كله.
وقتها موسى راح فعلا للفرعون وطلب منه انه يحرر اليهود واللي هتحل عليهم الكارثه ال10. بس الفرعون رمسيس كان عنيد جدا وقال له انه مش هيحررهم. وبنكتشف بعدها ان رمسيس كان حاقد على موسى بسبب كلام العرافة اللي قالته له قبل الحرب بين مصر والمملكة الحوثية. وبنرجع بعدها في الأشباك وبنشوف إن الأمير رمسيس وهو بيقود جيش مصر ضد الجيش الحوثيين في معركة قادش اللي التاريخ خلدها وكتب عنها مجلدات بسبب عظمتها. جيش رمسيس كان مكون من 2000 عربية حربية أو 16,000 جندي، وأخدهم كلهم وطلع بيهم على سوريا عشان يواجه الحوثيين. وأول ما الحوثيين عرفوا بإن رمسيس جاي عليهم، ملك الحوثيين بعت 20,000 جندي على الحدود علشان يستقبلوهم. وساعتها رمسيس عمل خطة ذكية جدا وقسم الجيش بتاعه لنصين وهجم على الحوثيين بالجيش اللي معاه وخلى النص التاني يهجموا من ورا، وبدأت الحرب بين الجيشين. وقتها رمسيس أمر الرماة بتوعه إنهم يطلقوا السهام على جيش الحوثيين، وده وقع أكتر من نص الجيش بتاعهم قبل ما المعركة تبدأ. وبعد ثواني ضربت المجموعة التانية السهام، وده أكبر المشاة إنهم يعملوا تشكيلة دفاعية من الدروع بتاعتهم. وهنا جت دور العربيات الحربية، ورمسيس بيقتحم الحائط البشري اللي الحوثيين عاملينه بالعربية الحربية بتاعتهم، والجنود بيتحركوا وراه وقتلوا باقي المشاة تحت العربيات الحربية. والحوثيين ضعفوا جدا لأنهم فقدوا عدد كبير جدا من قوتهم. وهنا بيجي دور النص التاني من الجيش بقيادة موسى، والنصين عملوا محاصرة للجيش العدو في النص وشتتوهم لدرجة انهم ما كانوش عارفين هم بيضربوا مين. وفي محاولة سيئة منهم قرروا انهم يقتلوا رمسيس، وساعتها رمسيس بيتحاصر في وسط جيش العدو، وجي واحد من الرماة العدو قتل سواق العربية بتاعته، وساعتها بقى بيسوق بإيد وبيحارب بالإيد التانية. بعدها بيجي العدو وبيكسروا عجلة من العجلات الحربية اللي راكبها، ودلوقتي رمسيس بقى متحاصر من الحوثيين وركب على العربية بعجلة واحدة. وفجأة ظهرت قدامه عربية حربية تانية من عربيات الحوثيين وخبطته ووقعته على الأرض. وقتها رمسيس بقى واقف يقاتل العدو لوحده، وكل اللي معاه كان السيف. وموسى لاحظ الأزمة اللي رمسيس فيها وحس بالخطر اللي محاوط أخوه. رمسيس كان يعتبر أخو موسى بالتبني لأنه اتربى معاه في نفس القصر. بعدها جت عربية من عربيات الحوثيين وكانت هتهجم على رمسيس، بس موسى اتدخل على آخر لحظة ورمى الرمح بتاعه على عجلة العربية الحربية وأنقذه. وبرغم إن موسى أنقذ رمسيس إلا إنه كرهه علشان أنقذه. بس هنا بنعرف إن الملوك المصريين كان عندهم طقوس غريبة بيعملوها قبل الحرب من حروبهم. بيذبحوا بوزة بيضة وبياخدوا الكبد بتاعته وبيستخدموه في التنبؤ بنتيجة الحرب. بس المرة دي كان وقتها النتيجة سيئة، والعرافة قالت له إن في شخص هينقذه في المعركة، والراجل ده هيبقى هو حكم مصر القادم. لكن كل الموجودين طنشوا الموضوع إلا رمسيس دفن النبوة جوه قلبه وسكت وعمل كل اللي عليه في الحرب علشان محدش يساعده. بس بعد كل جهده دي النبوة اتحققت برضه، وموسى أنقذه من الموت، وكده هياخد منه الحكم وهيكون هو حكم مصر القادم. وقتها رمسيس سحب الرمح بتاعه وكان عايز يقتل موسى، بس موسى كان طايح في العدو وقتل عدد كبير منهم من غير ما يديله اي اهتمام. وفجأة جنود رمسيس خدوه وسط المعركة وركبوا العربية الحربية، وده لانهم انتصروا في المعركة ولازم يرجعوا بيوتهم من تاني. والشعب بيستقبل الجيش بالترحيب والتهليل، والمعركة دي كانت من انجح المعارك في التاريخ. وفي العصر الفرعون والد رمسيس بعت لموسى وفضل يضغط عليه علشان يحكي له هو مخبي ايه عنه. وساعتها موسى قال له النبوة اتحققت. وبرغم ان الخبر صادم، الفرعون الاب ما اتحركش من مكانه وكان هادي جدا، وقال لموسى ان النبوة دي صعبة تتحقق لان موسى مش من دمه وبالتالي مش هيقدر ياخد العرش. وقال له انت صحيح زي ابني لان انا ربيتك وبعتبرك الاقرب ليا من رمسيس، بس النبوة دي مش هتتحقق. وبعدها الفرعون الاب جاب ابنه رمسيس وهزاه على ادائه الغير مشرف في المعركة، وقال له كلام كويس على اداء موسى، وده زود الحقد بين رمسيس وموسى. وفي الوقت الحاضر رمسيس ما قدرش يتحمل الكوارث ال10، علشان كده استجاب لطلبات موسى وحرر 4000 يهودي من اللي كانوا استعبدهم وخرجهم كلهم من المدينة بقيادة موسى. وتحقق اليوم اللي كان مستنيه من 400 سنة. بس بعدها رمسيس رجع في كلامه وخرج بجنوده ورا اليهود علشان يقتلهم. في اللحظة دي الجواسيس جم قالوا لموسى على اللي رمسيس عايز يعمله، وساعتها موسى قرر انه يمشي من طريق جبلي علشان يتفاداهم. ووقتها القافلة بتمشي بيهم ل3 أيام بلياليهم، وبعدها لقوا انهم قدام بحر كبير ومش هيقدروا يعدوه. وساعتها يأسوا واستنوا مصيرهم. وتاني يوم حصلت حاجة غريبة جدا، البحر اللي قدامهم انحصر على الشاطئ وظهر قدامهم طريق. وساعتها موسى نزل البحر وتأكد فعلا ان المية ما بقتش عالية، وكان مقتنع ان ده الطريق اللي الاله فتحه له علشان يهربوا منه من الفرعون وظلمه. واله موسى هو رب الكون وخالق الخلق. بعدها موسى طلب من اليهود انهم يمشوا وراه علشان يعدوا البحر. في نفس الوقت رمسيس كان
ماشي ورا موسى هو وجنوده، بس حصل انهيار جبلي وده تسبب في موت عدد كبير جدا من جنوده، واليهود المؤمنين بالله بدأوا يعبروا من الطريق اللي في البحر ورا موسى. وفي اللحظة دي ظهر لهم جيش فرعوني من بعيد، فأمر موسى اليهود انهم يتحركوا بسرعة، وهو أخذ مجموعة من الفرسان وواجه بيهم جيش فرعون علشان يأخرهم شوية. لكن جيش فرعون كان كبير جدا وكان بيتقدم ناحية موسى وجنوده بسرعة رهيبة، بس فجأة حصلت حاجة غريبة جدا، السماء غيمت كلها وحصلت عاصفة رعدية شديدة، بس العاصفة دي موقفتش جيش فرعون. وأول ما المؤمنين عبروا البحر ظهرت موجة عالية جدا، وجيش فرعون كان مرعوب أول ما شافها، بس فرعون ما وقفش برضه. ساعتها قائد الجيش عصى أوامر فرعون وأمر كل الجنود إنهم ينسحبوا من المعركة، وموسى أمر كل رجالته إنهم يهربوا هم كمان. وبكده بقى رمسيس في مواجهة موسى، والاتنين وقفوا لوحدهم قدام بعض في المعركة. لكن رمسيس كان مصر على اللي هو بيعمله، وسحب سيفه علشان يواجه بيه أخوه بالتبني. لما الحقد عمى قلبه والسلطة والحكم جننوه، ساعتها الموجة وقعت على فرعون وموسى، وكل قوات فرعون ما لحقوش يهربوا، وفي لحظة البحر بلعهم كلهم. وبكده تبقى اتحققت الكارثة ال10، والموجة كانت عالية جدا لدرجة إنها بلعت كل حاجة قدامها، حتى اليهود اللي عبروا الناحية التانية ما سلموش منها، وفي شوية من الموج طالهم، بس لحسن حظهم محدش حصل له حاجة. أما جنود فرعون ماتوا كلهم، وطلع موسى سليم من المية. وبكده يبقى حرر عدد كبير جدا من اليهود المؤمن بعد 400 سنة من الأسر والاستعباد. بعدها رمسيس كان واقف على الشط ندمان وحاسس بالذنب بسبب كبريائه اللي دمر دولته كلها وقتل كل جنوده، وكان بيراقب جثث جنوده والنسور بتنهش فيها. وبنشوف موسى وهو على راس العبرانيين وماشي بيهم في رحلة جديدة علشان يرجعهم أرض الكنعانيين من تاني. بدأ الفيلم في مصر الفرعونية القديمة بأميرة اسمها أيمهنت، ودي كانت الوريثة الشرعية للحكم بعد والدها، وده لأن والدها ما خلفش ابن ولد، ولكن في يوم بيتولد أخ ولد لأيمهنت، وأخوها ده اللي اتولد بيكون من أم تانية، فهو لا يورث العرش عشان ولد. فبتقرر وقتها أيمهنت إن هي تمشي في طريق الشر، واستعانت بشيطان اسمه ست، وعملت معاه صفقة إن هي تبقى خالدة وما تموتش، في المقابل هتجيله إنسان وتطعنه بخنجر هو اللي هيديهولها علشان يتجسد فيه ويحكموا العالم سوا. وبتروح أيمهنت لأبوها وهو نايم وبتموته، وبعد كده بتروح لأخوها الصغير وبتقتله، وبعدين بتروح لمرات أبوها الملك وبتجيب إنسان عشان تموته، ويبدأ ست إن هو يتجسد فيه، ولكن قبل ما بتطعنه بيخدروها الكهنة، وبيقع الخنجر من إيديها للدولة الست، وبتنفصل عنه الجوهرة وبيحنطوها الكهنة وهي حية علشان ينقلوها لمكان تاني تحديدا العراق. وبعد 1000 سنة وأثناء ما عمال الحفر المترو بيحفروا تحت الأرض بيلاقوا مقبرة لفرسان المعبد، والمقبرة دي بيكون مدفون فيها الجوهرة اللي كانت في الخنجر اللي كان مع واحد من فرسان المعبد اللي راحوا الحملات الصليبية لمصر. وبيجي واحد اسمه الدكتور هنري، وده عالم آثار بيدي للعمال بتوع الحفر جواب مكتوب فيه إن هو بقى المسؤول عن الموقع، وإن هم يقدروا يمشوا لأن ده موقع أثري، وبقى هو المسؤول عن الموقع. وفي نفس الوقت ده في العراق بيكون في 2 جنود تبع الجيش الأمريكي، واحد اسمه نيك والتاني اسمه فايل، والمفروض إن هما الاتنين طالعين في دورية استكشافية تبع الجيش، ولكن في الحقيقة هما طالعين يدوروا على آثار عشان ياخدوها ويبيعوها. وبيكون مع نيك خريطة المقبرة أو الكنز اسمه الحرام، والمقبرة أو الكنز ده موجود في قرية فيها إرهابيين، ونيك بيطلب من فايل إنه يستعد علشان ينزله، ولكن فايل بيبقى خايف، فبيقرر نيك إن هو يطلع إزازة المية بتاعته علشان يضطر إنه ينزل معاه. وبينزلوا هما الاتنين فعلا، ولكن الإرهابيين بيشوفوهم وبيبدأوا يضربوا عليهم نار، فبيضطروا إن هما يكلموا القيادة بتاعتهم عشان تبعت لهم دعم جوي ويقذفوا القرية دي. والقيادة فعلا بتبعت لهم دعم جوي وبتضرب القرية، والإرهابيين بتهرب، ولكن بسبب الضربة الجوية دي وضعف البيت اللي هم عليه بينهار البيت وبيقع بيهم، وبيلاقوا ان القذيفة من قذائف الطيران قدرت انها تعمل فتحة في الارض وبتظهر المقبرة. بس وقتها بيجي القائد وبيعنفهم علشان نزلوا وسابوا مكانهم، فبيقول له نيك ان جالهم معلومة ان الارهابيين محتجزين رهائن مدنيين، فاضطر انهم ينزلوا وينقذوهم. بس لما نزلوا ما لقوش حاجة وطلعت المعلومة دي غلط، بس طبعا القائد مش بيصدقوا وبيقولوا انهم جايين عشان يدوروا على اثار وياخدوها ويبيعوها في السوق السوداء. وبتظهر بعد كده واحدة اسمها جيني، واول ما بتشوف نيك بتضربه بالقلم وبتقول للقائد بتاعه ان هو سرق منها الخريطة بعد ما سابها نيك نايمة بعد ما قضوا ليلة مع بعض. وبتفهم بقى جيني ان هو اتعرف عليها اصلا عشان يسرق من الخريطة، وده لان جيني شغالة علامة اثار ومستكشفة، وبتشوف جيني المقبرة وبتستغرب لان هم في العراق ودي مقبرة فرعونية،
تانية، فبتطلب من القائد ان هي تنزل علشان تستكشف المقبرة دي. فبيوافق القائد وبيأمرهم انهم ينزلوا معاها. فبينزلوا للمقبرة وبيشوف نيك مادة الزئبق وهي بتنزل من السقف، وكمان بيبقى في نظام صرف للزئبق ده على الارض. فبتقول لهم جيني ان القدماء المصريين كانوا بيأمنوا ان الزئبق ده بيمنع الروح الشريرة. فبيكملوا مشي في المقبرة لحد ما بيوصلوا لمكان الدفن، ومكان الدفن ده بيبقى غريب او غير مألوف بالنسبة لجيني، لان اولا التابوت غرقان في قلب الزئبق، وثانيا الحرس اللي المفروض بتبقى باصه لبره باصين لجوه وكأنهم بيحرسوا اللي جوه، مش بتمنع اللي بره انه يسرق اللي جوه. فمعنى كده ان دي مش مقبره وان ده سجن، غير ان مفيش اي ملحقات في المقبره عشان رحله البعث والخلود. واثناء ما جيني مركزه في المقبره بيحاول نيك ياخد قطعه من الاثار اللي على الارض، ولكن جيني بتمنعه وبتحذره انه ما يلمس اي حاجه. ولكن نيك بيبدا يبص للحبال اللي مربوط بيها التابوت وبيشوف بدايته ونهايته، وبعدين بيطلع المسدس بتاعه وبيضربه، وبيبدا التابوت يطلع من قلب الزئبق. وفي نفس الوقت ده بيطلعوا شويه عناكب حجمها كبير وبتبدا تهاجمهم، وبيقدر واحد منهم انه يورث فايل. فبيبدا فايل انه يضرب على العناكب نار بطريقه عشوائيه. فنيك بيطلب منه انه يهدى لان العناكب دي مش سامه، هي بس حجمها كبير. وبعدين بيبدا نيك انه يبص للتابوت ويتخيل نفسه وهو في الصحراء، وبيشوف ايماهنت وهي بتقول له ان هو اللي حررها وانها اختارته علشان يتجسد في ست، وطبعا هيحكم مع العالم. فبتفوقه جيني وبتقول له انهم هيخرجوا التابوت بطياره هليكوبتر، وبيخرج التابوت وبتبدا مجموعه من الغربان تمشي ورا التابوت ده، والطياره بتاخدهم لطياره تانية وبيكون في عاصفه رمليه، فبيضطروا انهم يمشوا بسرعه جدا من المكان. واثناء ما هم في الطياره فايل بيحاول يفك الحبل اللي رابط التابوت، فبيروح للقائد عشان يوقفوا عن اللي هو بيعمله، بس بيكون فايل اتصاب باللعنه بسبب العضه بتاعت العنكبوت، وبيقتل القائد بالسكينه اللي في ايده. وبعدها بيبدا يهاجم نيك، فبيحاول نيك يمنعه، بيقول له ايه اللي بتعمله ده، لكن ما بيكونش فاهم هو بيقول ايه، فبيضطر نيك ان يضربه بالرصاص. وبعد شويه بتهجم مجموعه من الغربان على الطياره وبتسبب عطل في الطياره، والعطل ده بيخلي الطياره تبدا في السقوط. فنيك بيدي لجيني المظله وبيخليها تنط من الطياره قبل ما تقع، وبعد ما جيني بتنط الطياره بتقع على الارض. وبعدها الاطباء بيشخصوا نيك ان هو مات وبيودوه المشرحه، ولكن لما بيصحى بيلاقي نفسه في قلب كيس جثث وفي المشرحه، وبيطلع نفسه من الكيس وبيبدا يبص حواليه. فبيشوف فايل وبيساله هو انا ميت؟ قال له لا انت مش ميت لان هي اختارتك. وبتقطع كلامه من جيني وبتخش بتلاقي نيك لسه عايش، بس بتلاقيه من غير هدوم. وفي الوقت ده بيكون في 2 ضباط رايحين مكان حطام الطياره علشان يستكشفوا المكان، واحد منهم بيفتح التابوت بس بتطلع منه ايماهنت وبتقتله، وبيجي التاني عشان يلحقه لكنه بيقع على الارض ودماغه بتتخبط، فبتيجي ايماهنت وبتقتله هو كمان، وبتبدا تتغذى على ارواحهم لانها كل ما بتقتل حد بتبقى اقوى من الاول، وكمان اللي بتقتله ده بتحوله بيبقى واحد من جنودها. وبيروح نيك وجيني عشان يقعدوا في مكان، وبتساله جيني هو ازاي نجا من الطياره، بس هو مش بيعرف يرد. فبتحكي له جيني عن اميره اتشالت من كتب التاريخ عشان ما حدش يقدر يوصل لها، وان هي قتلت ابوها واخوها عشان تستولى على الحكم، وعملت معاهده مع ست، واثناء ما هي كانت بتنفذ الخطه الكهنه وقفوها وحنطوها حيه، واتقسم الخنجر ده لنصين، النص الاول اللي هو النسل والنص الثاني اللي هو الجوهره، وانهم لسه مكتشفين مقبره الفرسان للمعبد ومتوقعين ان هم يلاقوا الجوهره اللي كانت في الخنجر. فجيني بعد ما شافت الغربان والعاصفه الرمليه وكل حاجه حصلت دي بتتوقع ان يكون المقبره اللي اكتشفوها دي بتاعت الاميره، ونيك ما بيلحقش يرد عليها لانه بيشوف فايل وهو عمال يشاور له وبيقول له تعالى عايزك. فنيك بيستأذن وبيخش الحمام وبيلاقي فايل اللي بيعاتبه اول ما بيشوفه انه ضرب عليه نار، فقال له انه كان لازم يعمل كده عشان كان عايز يموته. ففايل بيبدا يحكي له الموضوع وبيقول له ان هو دلوقتي ملعون وان هي اختارته ومش هيعرف يهرب منها وانه لازم ينفذ كل اوامرها. وبعدها بيخرج نيك وبيقرر ان هو يروح لمكان الحطام وبياخد جيني معاه، وبيروحوا للمكان اللي وقفت فيه الطياره علشان يتاكد انه مش ملعون وانها مجرد موميا، وان الموميا موجوده فعلا في التابوت. وبيوصلوا المكان ولكن نيك بيروح مكان تاني، وبتقول له جيني ان الطياره ما وقعتش هنا وبتسيبه وتمشي، وبتروح لمكان الحطام. ونيك بيبدا يتخيل ايماهنت ويلاقي نفسه في كنيسه، وبتيجي ايماهنت تقرا عليه تعويذه وبتحاول ان هي تقتله، ولكن قبل ما بتطعنه بالخنجر بتلاقي ان الخنجر ما فيهوش الجوهره، فبتوقف العمليه ما بتقتلهوش، وبتخش عليهم جيني وبتبقى مش فاهمه اي حاجه واقفه مكانها وخايفه من اللي بيحصل. فبيقول لها نيك اجري وهو كمان بيجري معاها لحد ما بيوصلوا لعربيه اسعاف وبيجروا بيها، وبتكون جيني اخذت الخنجر وبتقول له ان ايماهنت بتتحكم فيه وان هي اللي خلته يروح مكان غير المكان اللي وقعت فيه الطياره، بس مش بيصدقها وبيقول لها ان محدش يقدر يتحكم فيه، ولكن بيلاقي نفسه راجع تاني للكنيسه. فبيبداوا يجروا منها تاني بالعربيه بس بتتقلب بيهم وبتظهر لهم ايماهنت وبيحاولوا انه يضربها
يضربها بس ما بيقدرش، فهي اللي بتضربه وبتروح لجيني علشان تاخد منه الخنجر، ولكن بتتصاب هند، واللي صابوها رجاله الدكتور هنري اللي طبعا لسه حتى نيك ما يعرفش عنهم حاجه، وبيقدروا يمسكوها ويحطوها في العربيه، وبياخدوا نيك وجيني معاهم وبيروحوا للدكتور هنري، ونيك بيقابل الدكتور هنري وبيقول انه عارف عنه كل حاجه، واثناء هو بيتكلم معاه بيملى حاجه شبه الحقنه وبيبدا شكله يتغير وطريقه كلامه وصوته كمان، ولما بياخد الحقنه دي بيرجع طبيعي تاني، وبيبقى واضح ان هو مصاب بعدوى او مرض، ومن غير الحقنه دي المرض ده بيظهر. والدكتور هنري بيبدا يتكلم معاه تاني وبيقول له ان جيني كانت شغاله معاه، فبيساله انت شغال ايه؟ فبيقول له ان هو مهمته يتعرف على الشر ويحتويه ويدمره، فبيقول له نيك وانا بعمل ايه هنا؟ فبيعرفه ان هند اختارته علشان يبقى معاها، وزي ما هو شايف كده عليه لعنه، وبياخده بعد كده دكتور هنري ويوريه هو عمل ايه في هند، ونيك بيبص لها وبيلاقيها مربوطه وبيتم حقنها بماده الزئبق في درجه حراره منخفضه جدا، وده علشان تتجمد ويقدروا يشرحوها. وفي نفس الوقت ده المجموعه اللي بتدور على الجوهره في المقبره بيلاقوها، هند بتكون شايفه ده، فبتقول لجيني انهم لقوا الجوهره وان الدكتور هنري ناوي يقتل نيك، فهنري قال لها انا مش عايز اقتله، بس هو اللي قتل نفسه يوم ما فك السلسله بتاعت هند وطلعها من المقبره، وان هو مضطر يعمل كده علشان ينقذ البشريه. ونيك طبعا بيبقى سامع الكلام ده واكيد ما بيعجبوش انهم يضحوا بيه، فبياخد الحقنه بتاعت الدكتور هنري وبيقولوا انهم لازم يلاقوا حل غير ده، ولكن الدكتور هنري في الوقت ده بيبدا يتحول وبيطلب من نيك الحقنه، وقتها بتهرب جيني وبتقفل الابواب عليهم، وهو ونيك بيفضلوا يضربوا في بعض، وفي الاخر بيقدر نيك انه يحقنه بالحقنه وبيرجع طبيعي تاني. وفي نفس الوقت بتكون هند قدرت انها تتحكم في واحد من رجاله هنري وخلته يكسر النظام اللي بيحقنها بالزئبق، وبتبدا تستعين قوتها بعد ما بتطلع الزئبق اللي باقي من بقها، وبتقدر تفك نفسها بعد كده. وجيني بتقول لنيك انهم لازم يلاقوا الجوهره قبل ما هند تلاقيها، وبيطلعوا بره وبيبداوا يجروا، لكن هند بتطلع وراهم وبتبدا المباني تتكسر والازاز اللي فيها، وبتقدر هند انها تكون عاصفه رمليه كبيره من الرمل ده وتطردهم. وبيظهر بعد كده صاحب فايل وبياخدوا المكان الجوهره، ولكن بتظهر الجنود هند وبتبدا تجري وراه، وبتكون هند وصلت هي كمان في الوقت ده المكان الجوهره، ولكن بتلاقي الباب مقفول، فبتقول التعويذه بتخلي كل الاموات اللي في التوابيت يقوموا ويقتلوا الناس اللي جواها، وبعد ما بيخلصوا بيفتحوا لها الباب وبيرجعوا لها، وبتروح تاخد الجوهره وبتحطها في الخنجر. وفي الوقت ده الجنود هند بتكون لسه بتطارد جيني ونيك لحد ما بيخلوهم ينطوا في الميه، وبعدين بتظهر هند من تحت الميه وبتسحب جيني، ونيك بيبدا يقوم وراها علشان يلحقها، ولكن بتكون هند خدتها بعيد، وبسبب الفتره الطويله اللي قضتها جيني تحت الميه بتموت، وبيوصل نيك بيلاقيها ميته. وجنود هند بتبدا تختفي لان مهمتهم خلصت، وبتبدا تكلم نيك وبتقول ان هو لازم يستسلم لان هي مش هتأذيه، بالعكس ده هي هتخليه يحكم على العالم، ولكن بيرفض، فبتضربه وبيقدر ان هو ياخد من الخنجر، وبيقرر ان هو يدمر الجوهره، فبيضربها ضربه وبتبدا الجوهره تتفتت، وقبل ما يضربها الضربه الثانيه هند بتحاول تاثر عليه، بتقول ان القوه اللي في الخنجر دي تخليه يقدر يرجع اي حد تاني للحياه، فبيبص لجيني وبيقرر ان هو يطعن نفسه، وبعد ما نيك طعن نفسه بيتحول وبيبقى زي هند بالظبط، وبيقرب منها وبيفضل باصص لها في فتره، وبعدين عينيه بتيجي على جيني ويفتكرها وهي بتقول ان هو راجل كويس، وبعدين بيفتكر الدكتور هنري وهو بيقول له ان العلاج في ايده هو، وان الموضوع محتاج تضحيه، والتضحيه دي ما ينفعش حد غيره يقوم بيها لان هي اللي اختارته، وان مفيش طريقه تانية نقدر نموت بيها هند، والوحيد اللي يقدر يموتها لازم يكون في نفس قوتها. فنيك بيبدا يهجم على هند وبيموتها بنفس الطريقه اللي هي بتموت بيها الناس، وبتتحول هند تاني لموميا مميته، وبيفضل يتاسف لها كتير وبيطلب منها انها تصحى، وفي نفس الوقت بيكون بيصارع الشخص اللي جواه اللي هو الست، وبعدين بيصرخ فيها، فبتصحى جيني وبتبدا تبص على المكان بس ما بتلاقوش موجود، وبتشوف هند وبتشيل الخنجر من على الارض، وبتفهم ان نيك قتلها، وجيني بتلمح نيك وهو واقف في الضلمه بعيد، فبتحاول تقرب منه لكن بيقول لها خليكي بعيد، وبيقول لها انا مش عايز اذيكي لان هو مش فاهم هو ايه دلوقتي. قبل ما الشرطه توصل بيودعها وبيسيبها وبيهرب، وفي اخر فيلمنا بيظهر نيك مع فايل بعد ما قدر يرجعه للحياه هو كمان، وبتبدا رحلتهم للبحث عن العلاج لنيك علشان يرجعه انسان طبيعي تاني. بيبدأ الفيلم مع مجموعة من علماء الآثار الأمريكان بيكونوا اكتشفوا هرم جديد مدفون في أعماق صحراء الجيزة، والخبر ده سبب فوضى كبيرة بين المصريين لأنهم بيكونوا خايفين من لعنة الفراعنة، أو بيوصل طاقم التصوير الفيلم الوثائقي علشان يصوروا واحد من أهم الاكتشافات الأثرية في مصر، وبنشوف مذيعة اسمها سوني والمصور بتاعها فيتس، وبتقول في التقرير إن الهرم الرابع مختلف عن باقي الأهرامات الجيزة بشكل استثنائي، وده لأن الهرم ليه 3 جوانب بس على عكس
اهرامات الجيزه اللي بيكون ليها 4 جوانب. وبنعرف ان الدكتور ميلي هولدن وبنته نوره هم العلماء اللي اكتشفوا وجود الهرم الرابع، وعلى وشك انهم يدخلوا التاريخ على اوسع ابوابه. وبتكون سوني مش عارفه تقدم التقرير بتاعها بسبب صوت نباح كلب موجود على قمه الهضبه. وبتكمل سوني حوارها مع الدكتور هولدن عن اكتشافاته، وبيقول لها انه قدر يحدد مكان الهرم عن طريق النصوص الهيروغليفيه القديمه اللي ساعدته يعرف مكان الهرم فين بالظبط. وبيقول لها ان الهرم الرابع ده خاص بالملك اخناتون اللي محدش عارف يحدد مكانه لحد دلوقتي. وبتروح سوني تعمل مقابله مع نوره وبتقول لها ان الهرم الرابع مش خاص بالملك اخناتون لانه اتدفن تحت سطح الارض. وبتقول لها ان الهرم ده اخد آلاف السنين علشان يتبنى، وده معناه ان الهرم اتبنى قبل حكم الملك اخناتون بآلاف السنين. وسوني بتسالها هم ليه معظم العلماء الاثار مش حابين يستخدموا الاقمار الصناعيه علشان يحددوا مكان الهرم. فبترد عليها نوره وبتقول لها لان معظم العلماء مش عاوزين يعترفوا بوجود الهرم الرابع، وفي جزء منهم رافضين الطريقه الحديثه وبيفضلوا الطرق التقليديه. وبيقدر هولدن وبنته يحددوا مكان الهرم من خلال القمر الصناعي، وبيكون حجم الهرم كبير جدا ومدفون تحت رمال بعمق كبير. وبيكون الدكتور هولدن منبهر من حجم الهرم، ونوره بتقدر تحدد موقع الدخول للهرم بشكل دقيق. وبتقول لهم انها قرت مقاله مشهوره قبل كده وساعدتها في انها تقدر تحدد مواقع الاشياء الاثريه اللي مدفونه تحت الارض. اما سوني بتعتقد ان المخلوقات الفضائيه ساعدت في بناء الاهرامات علشان يقدروا يزوروا الارض وقت ما يحبوا. وبتسال نوره عن رايها في الحوار ده. ساعتها بتضحك نوره بسخريه وبترفض الفكره تماما، لان نوره بتكون كل اهتماماتها انها تحدد مكان الهرم على القمر الصناعي. وبيحاول الدكتور يبعد عن دماغها الافكار دي لانه مهتم اكتر بعلم الاثار، لكن هي شايفه ان القمر الصناعي مهم لانه حدد لها موقع الهرم بسهوله. بعدها نوره بتتصل على مامتها وبتطمن انها تكون كويسه، وبتطلب منها ما تخافش عليها في الرحله دي لانها جايه تكشف للعالم حدث تاريخي. وفجاه بتحس بالانزعاج لانها بتسمع صوت محرك عربيه، فبتخرج تشوف في ايه. فبتكتشف ان ده صوت الروبوت بتاع حبيبها مهندس الروبوتات زاهر، واللي هو صممه ومسميه شورتي. وزاهر بيعرفهم ان وكاله ناسا المركزيه هي اللي طورت الروبوت ده، وبيقول لهم ان شورتي روبوت ذكي جدا لانه بيقدر يسجل البيانات السمعيه والصوتيه بمجرد دخوله لاي مكان. وبيقترح عليهم انهم ياخدوه معاهم للهرم لانه هيساعدهم جدا في الاكتشاف. وتاني يوم بيكتشفوا نفق لدخول الهرم، فبيروحوا علماء الاثار بسرعه للمكان وبيطلبوا من العمال انهم يشغلوا اللي قدام النفق. وبيروح واحد من العمال يشيل الحجر، وساعتها بيخرج من النفق غاز اخضر ومخلوط بالفطريات. والعامل بيحصل له تشنجات وبيقع على الارض، بس لحسن الحظ ان الطاقم الطبي بيتدخل ويساعده وينقذ حياته. وبعدها وزاره الاثار الامريكيه بتتصل على الدكتور هولدن وبيطلبوا منه انه يوقف اللي بيعمله ويرجع لامريكا في خلال 24 ساعه. والسبب ان الناس في شوارع القاهره عملوا مظاهرات ضد علماء الاثار الامريكان لانهم رافضين فكره ناس اجانب يتدخلوا في اكتشافاتهم الحضاريه. وقتها الدكتور هولدن بيحس بالاحباط وبيقرر يسيب كل حاجه ويرجع بكره. وتاني يوم نوره بتحاول تقنع ابوها انهم ما يسافروش لانهم اصحاب الاكتشاف ده وما ينفعش يتخلوا عن كل حاجه بالسرعه دي لان دي فرصتهم الوحيده انهم يتشهروا في العالم. وفي الاخر بتقدر انها تقنعه وبيقول لها انهم مش هيدخلوا الهرم لكن هيبعتوا الروبوت شورتي جوه علشان ياخد لقطات للهرم ويصور الرموز اللي موجوده على امل انهم يجمعوا اكبر قدر من المعلومات. وبعد شويه بتوصل واحده من الجيش المصري علشان يشرفوا على مغادره فريق العلماء، وبيتخانق واحد من افراد الجيش مع زاهر لانه الوحيد اللي بيتكلم عربي وبيطلب منه يمشوا حالا علشان ما يحصلش اي مشاكل. وبعد شويه زاهر بيدخل الروبوت جوه النفق، وبنعرف ان سعر الروبوت ده 3 مليون دولار. وبعد ما الروبوت بيدخل الهرم بيشوف اثار غازات سامه بس كثافتها منخفضه، وبيشوفوا على الجدران رمز اله اوزوريوس وده اله الحياه الاخرى والبحث عند القدماء المصريين. وبعد فتره صغيره بيحصل هجوم غريب على شورتي. وقتها علماء الاثار بيعتقدوا ان الهجوم ده ممكن يكون من الكلب اللي شافوه قبل كده على قمه الهرم. وبعدها بيدخل الروبوت على مكان اعمق في الهرم لكن فجاه بيفقد زاهر الاتصال بيه. ووقتها بيتعصب جدا لان الروبوت ده سعره بالملايين وناس هتبهدله، وبيطلب زاهر انهم يدخلوا للهرم لانه عاوز الروبوت بتاعه. لكن في بدايه الامر الدكتور هولدن بيبقى رافض، لكن مع الضغط المستمر من زاهر بيوافق الدكتور في الاخر، لكن بيقول ان هو وزاهر بس اللي هيدخلوا من غير الفريق، وبيكون باقي اعضاء الفريق عايزين يدخلوا معاهم لانهم في النهايه فريق واحد. وفي الاخر بيقرروا انهم يدخلوا مع بعض، لكن بيكتشف واحد من القوات المصريه المجموعه انها هتخش الهرم، فبيروح واحد منهم اسمه شاهين وبيتخانق معاهم وبيطلب منهم انهم يمشوا فورا. بس زاهر كان بيحاول يشرح موقفه وبيقول له انهم داخلين علشان يجيبوا الروبوت مش اكتر. وفي الاخر بيوافق شاهين انهم يدخلوا لكن قدامهم ساعتين بالكتير. وبعدها الفريق كله بيدخل للهرم
وبتكون نورا واخده كاميراتها الخاصه علشان تسجل اللحظات التاريخيه دي. ولما بيدخلوا للهرم الدكتور هولدن بيحذرهم ما يلمسوش اي حاجه حواليهم، وده لان هيكل الهرم الداخلي مش مستقر وبمجرد لمسه ممكن ينهار عليهم. وبعد شويه بيلاقي زاهر قطعه مكسوره من الروبوت في الارض، وبعد ما بيوصلوا لمكان اعمق معين بتشوف نورا حفره موجوده في السقف اللي فوقهم، وبتكون عايزه تعرف ايه اللي موجود في الحفره دي. فبتدخل هي وباقي اعضاء الفريق، ووقتها بيلاقوا حواليهم هياكل مختلفه وبيبداوا انهم يكتشفوها ويحللوها. وبتكتشف نورا هيكل معدني ملطخ بدم جاف، فبتقرر تاخد عينه منه علشان تفحصه بعد ما يخرجوا من الهرم. ومره واحده الحبل المربوط بمدخل الهرم بيتقطع وبيكونوا مش عارفين هيخرجوا منين، فبينزلوا من حفره تانية وبيلاقوا قدامهم مسارات كلها شبه بعض، وبيبقوا مش عارفين هم دخلوا من اي مسار فيهم. فبيدخلوا مسار عشوائي وبيدخلهم لاوضه معينه، وبيلاقوا الروبوت قدامه مكسور. وفي اللحظه دي الارض بتتهز بيهم بشكل مخيف، وبعدها الارض بتنهار بيهم وبيقعوا المسافه 27 متر تحت الارض. لكن الموضوع بيسوء اكتر لما صخره بتقع على رجل زاهر، وبيروحوا له باقي الفريق عشان يحاولوا يساعدوه، لكن بتكون الصخره حجمها كبير جدا ومش هيقدروا يحركوها. في اللحظه دي بتشوف سوني حفره في السقف وبتقرر تطلع علشان تحاول تطلب المساعده من اي حد، لكن لما بتطلع من الحفره وقتها بيهجم عليها كائن غريب، فبترجع بسرعه للفريق. وفي الوقت ده بيكتشف الدكتور هولدن بوابه قدامه مكتوب عليها باللغه الهيروغليفيه، وبيترجم الكلام المكتوب، وبتكون رساله تحذيريه من الفراعنه ان اي حد هيدخل الهرم ده هيموت. وبيطلب الدكتور من فريقه انهم يستنوا هنا لغايه ما الجندي يوصل لهم وينقذهم، بس نورا مش بتوافق على الكلام ده لانهم مش هيقدروا يستنوا كل ده تحت الهرم، خاصه ان زاهر مصاب وممكن يموت في اي لحظه. وبتقول لهم ان لازم يدوروا على مخرج بديل، فبيضطروا انهم يسيبوا زاهر لوحده. وبتروح نورا تسيب كشاف معاه وبتوعده انها هترجع له تاني، وبتودعه وتمشي. وبعدها بشويه بيسمعوا صريخ مرعب من زاهر، ونص الفريق بيرجع بسرعه، لكنهم مش بيلاقوا منه غير رجله تحت الصخره، وبيكون في حد فاصل جسمه عن رجله. ولما بيبصوا فوقهم بيلاقوا فتحه في السقف وبيلاقوا اثار دم على الحيطه. وقتها نورا بتنهار على حبيبها، وبيحاول ابوها انه يواسيها ويشجعها. وبعدين بيرجعوا للفريق وبيكتبوا عليهم وبيقولوا لهم ان زاهر مات، هم بيرفعوا الصخره من عليه. وقتها سوني بتتعصب عليهم لانهم بيكتبوا عليها لان الصخره تقيله جدا، وهم الاربعه اساسا ما قدروش يحركوها، واكيد في مخلوق شرير هو اللي قتله. وبعدها بيلاحظوا ان سوني اتصابت بعدوى في وشها وعينيها بسبب الجرح اللي اتلوث. وبعد شويه بيكتشف الدكتور هولدن نقش على الجدران عباره عن جمل من كتاب الموت بتشرح اللي بيحصل للفرعون بعد ما بيموت، ومكتوب ان زمان لما حد من الفراعنه كان بيموت كان بيتعرض قدام محكمه مكونه من الاله اوزوريس وباقي الالهه، واله اونوبيس كان بيخرج قلوب الموتى من مكانها وبيوزن القلب قصاد اله الموت، ودي تبقى اله المصداقيه عند الفراعنه. ولو وزن القلب تساوي مع اله الموت وقتها الميت بيتبعث للحياه الاخرى. وبعدها الفريق بيكمل ماشي في النفق، وبيلمس الدكتور غصب عنه الجدران، وفجاه الرمال بتنزل عليهم من كل اتجاه، فبيطلعوا يجروا بسرعه. بس سوني بتقع في فخ عباره عن مسامير حديديه بيخترق جسمها، وبيحاول حد من الفريق انه ينقذها لكن مش بيلحق لانها بتكون ماتت في ساعتها. وقتها الفريق بيحس بالاحباط لانهم عمالين يموتوا واحد ورا التاني، بس ما كانوش ينفعوا يستسلموا وانهم لازم يكملوا طريقهم للهروب. بعد شويه بيلاقوا جزء من الروبوت اللي بيكون متكسر بس فيه جزء صالح للتصوير، فبيقرروا انهم يصوروا مقطع ليهم علشان لو ما يقدروش يخرجوا من الهرم وحد دخل بعدهم يعرف الحقيقه كلها، وكمان علشان يحاولوا يبعتوا فيديو للناس اللي بره الهرم. وبيتكلم الدكتور في الفيديو وبيطلب المساعده، وبيعرفهم ان الهرم مليان بالمخلوقات الغريبه والمرعبه، ولو اي حد فكر يدخل الهرم لازم يجيب معاه سلاح. وبعدها بيكملوا طريقهم، وبيكتشف الدكتور هولدن غرفه سريه وبيلاقي قدامهم جثه من القرن ال19 وجنبه المذكره بتاعته بيشرح فيها محاولاته الفاشله للهروب، لكن كمان بيكون كاتب ان في طريقه للهروب عن طريق خريطه. وقبل ما نورا تقرا اللي مكتوب وقتها بيظهر وحش عنيف وبياخد قلب الدكتور هولدن من صدره. نورا وقتها بتصرخ بعد اللي حصل في قلب ابوها، بس بياخدها المصور وبيجري بسرعه لمكان امن، وبيقول لها انه هيدخل لغرفه الوحش ويحاول يصور اللقطات دي علشان حتى لو مات الناس لازم تعرف الحقيقه. وبعدها بيدخل المصور لاوضه الوحش وبيصوره وهو بيقتل في الدكتور بشكل مقزز، وبتكون نورا وقتها قاعده في زاويه لوحدها، وفجاه الوحش بيعدي من جنبها لكن مش بياخد باله منها. وبعد شويه بيرجع المصور تاني وبتكون مش مصدقه اللي حصل، لكن بتكتشف نورا ان المخلوق ده هو الاله اونوبيس، وهو كيان هجين بين انسان وحيوان، ومعروف عنه انه بيتغذى على قلوب البشر واتطرد من الحياه الاخرى لانه كان اله فاسد. وبعدين بيكملوا ماشي وبتشوف الجندي ميت على الارض، فبياخدوا السلاح بتاعه. وقتها بتشوف كلام على الحيطه بيقول ان الهرم الرابع اتبنى علشان يحبسوا فيه الاله اونوبيس بعد ما اتطرد من الحياه الاخرى بسبب فساده. وبعدها بيبداوا يدوروا على خريطه النجوم على السقف، وبيدوروا فيها على رمز رباعي الوجوه وبيمثل شكله مخرج الهرم.
الهرم، وبعدها بيشوفوا على الخريطة صور للنجوم اللي بتوضح لهم ازاي يقدروا يخرجوا منه. فبتروح فعلا نورا عند المخرج وبتلاقي عمود وحبل هناك، وبتقول ان اكيد الجندي دخل من المسار ده. بعدها بدأت نورا تتسلق الحبل والمصور وراها، لكن فجأة أونوبيس بيظهر لهم من العدم وبياخد المصور معاه. وقتها بتحاول نورا تتسلق أسرع، لكن الوحش بيمسكها، وساعتها نورا بتنور الشعلة اللي معاها وبتحرقه بيها وبترميها عليه. ولما بيقع كانت بتحاول تهرب بسرعة، وبعد ما بتوصل للغرفة اللي فوق كانت بتحاول تستريح شوية بيظهر أونوبيس مرة تانية وبيمسكها وياخدها معاه. ولما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة في عمود داخل غرفة الدفن، وبتلاقي أونوبيس بياكل في المصور. وقتها بيكون معاها شفرة حادة فبتحاول تفك نفسها وتقطع بيها الحبل، ولما الوحش بيقرب منها بتضربه في رقبته وبيفضل يصرخ وهو بيتألم. ولما القطط الفرعونية بتشم ريحة الدم بيهجموا بسرعة على أونوبيس، أما نورا بتستغل الفرصة وبتهرب وبتوصل لمخرج الهرم، لكن بتفقد الوعي وقتها. ولما بتفوق بيظهر طفل جاي ناحيتها، وقبل ما تطلب المساعدة بيظهر أونوبيس من ظهر الولد وبيقتل نورا والطفل. وهنا نبقى وصلنا لنهاية فيلمنا.